السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجمل وأطرى كفتة ممكن تعمليها بطريقة مميزة جدا يا بنات. أظن مفيش أجمل من كده. صباع الكفتة شايفين بيتني ومش بيتكسر، ده دليل إن هو قد إيه الكفتة بتاعتك طالعة طرية. بجد طعمها ريحتها فظيعة. شايفين بقى من جوه مستوية. هقولك إيه، مليون في المية، لكن في نفس الوقت طرية يا بنات. وهقولك السر كمان إن هي عشان الكفتة متنشفش منك. بجد بطريقة سهلة جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وتعالوا ندخل على الطريقة على طول. انا عندي هنا نص مفروم، ولو انت عندك اقل من نص مفروم هينفع بالطريقة ديت والمقادير اللي احنا بنقول عليها. عندي بصلة كبيرة مبشورة بالمية بتاعتها يا بنات. انا بحط بالمية بتاعتها ليه؟ المية بتاعتها عشان بتخلي الكفتة طرية عندنا، ده برضو من اسباب طريان الكفتة بتاعتنا. عندنا حوالي 3 معالق بقدونس و3 معالق ليا مبشورة. لو ما فيش ليا اللي هي بتاع لية الخروف يعني، ممكن تبقى اللحمة بتاعتك بتبقى دسمة شوية. ده مهم جدا عشان بيديها الطعم والطراوة برضو. اهم حاجة تكون اللحمة دسمة يا بنات. عندي بقى هنا معلقتين نشا، ومعلقتين بقسماط، ومعلقه دقيق. ده برضو التزمي باللي هي المقادير بتاعتنا دي، هتطلع معاكي كفته طريه زي ما انت شفتيها كده. معلقتين بقسماط، معلقتين نشا، ومعلقه دقيق. عندنا بقى الملح. انا عندي هنا الملح حسب الرغبه، انا حطيت حوالي معلقه وربع صغيرين. عندي بقى فلفل، وعندي زنجبيل، وعندي بهارات كفته. ممكن رشه قرفه اللي هو اللي يحب يعني، لو ما يحبش خلاص. تمام. اهم بقى حاجه برضو في الكفته العجن يا بنات. اعجنيها على قد ما ربنا يديكي من قوه. بصي لمده من 8 ل 10 دقائق كده. كل ما تعجنيها كويس، شايفين، كل ما تعجني كويس هتديكي الكفته المظبوطه تمام، وتعمل وياكي شايفين خيوط كده. انت كده عجنتيها تمام. اهم حاجه العجن كويس جدا جدا. علشان تاخدي كفته ممتازه لازم تظبطي العجن بتاعك، وهتديكي ان شاء الله كفته كويسه. عندي بقى الصينيه بتاعتي مدهونه حاجات بسيطه زيت، وعندي طبق فيه ميه. لا هقول لك بقى ميه بصل، ولا هقول لك طماطم، ولا صلصه، ولا كاتشب، ولا الكلام ده كله، لا. عندي بس الميه بتاعتي. وانا عندي السيخ، ممكن ممكن على اسياخ اللي هي الشيش طاووق اللي هي الخشب، ممكن تحطيها كده بالسيخ الخشب. وممكن عندك سيخ برضه اللي هو الخشب وتعملي وتصبيه عليها وتشيليها منه، او ممكن السيخ اللي هو الحديد زي ما انت شايفه اللي انا بعمل عليه ده. ده موجود عندي بتاع شوايه الشوايه بتاعت اللي هي الفرن بتاعت البوتاجاز يا بنات. ده بيبقى موجود السيخ ده اللي بيتحط عليه اللي هي الفراخ المشويه اللي احنا بنشويها في الفرن البوتاجاز. هاتيه وصبعي عليه بيبقى ممتاز جدا. خلصي بقى كده زي ما انت شايفه باللي ايديكي ميه، وصبعيها في منتهى السهوله بتطلع وياكي بالطريقه ديت. نخلص كميتنا. اهم حاجه بقى التسويه. الفرن يكون حار جدا جدا يا بنات، الحار جدا قبل ما تدخليها الكفته على الرف الاوسط يعني على حراره 200. هتاخد وياكي من حوالي من 12 دقيقه لربع ساعه بالكتير قوي تلت ساعه يعني. بصوا مش هيكمل كامل تلت ساعه. طبعا لو انت حبيتي تحطي عليها فحمه، ده اختياري. انا حطيت فحمه بصراحه بتديها برضو ريحه وطعم كويسين. بتطلع بقى في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. طعم وسوا ما شاء الله يعني. طريان هقول لكم بصوا ما شاء الله. اهم حاجه مع الطريان السوا يا بنات كمان، انها انت بتاكل حاجه مستويه كويس جدا. صباع الكفته بيتني مش بيتكسر. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف من جوه نجاح كمان الكفته بتاعتك. شوفي لما انت بقى بصي بتقطعي كده الصباع، شايفين كده بيشد كده معاكي. شايفين المنطقه دي؟ هي ديت والله يعني. احسن مليون مره انك تشتريها من اي مطاعم جاهزه من الخارج يعني. تعالي جربيها كده في البيت بنفس الطريقه ديت. هتعملي احلى كفته ممكن تعملها في حياتك، الكل هيشكرك عليها. يا رب الفيديو ينول رضاكم وتنفذوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.